أن تكون عنصرا فعالا في الرياضة، أن تكون رياضيا من المستوى العالي، أن تمثل راية بلادك في مختلف المنافسات الدولية، أمر يرتكز أساسا على التكوين منذ الصغر من خلال الاعتماد على المواهب الشابة في كل الاختصاصات. رياضة الجودو واحدة من الرياضات التي تعتمد على الخفة والذكاء، وتتطلب جهدا وتحضيرا كبيرين لتطبيق جودو تقني نظيف. الألقاب تنتزع عن حضارة الأبجديات واحترم الاختصاص بحذافيره، وهذا يأتي بدءا من التكوين وانتقاء المواهب الشابة من خلال المنافسات السياسية الوطنية فضلا عن الجهوية. حينها يقول هؤلاء: السلام عليكم، أنا المصارع ساطر آدم، نتدرب تحت إشراف المدرب فؤاد بودربالة في نادي الترجي الرياضي جمالوس. بدأنا التحضير للموسم 2025-2026 لرياضة الجودو، إن شاء الله نحقق نتائج إيجابية في هذا الموسم. السلام عليكم، معكم المصارع إياد خشيرا في رياضة الجودو تحت 55 كيلوغرام. يشرف علينا المدرب فؤاد بودربالة في النادي الرياضي الترجي الرياضي جمالوس. نرجو من كل الرياضيين الالتحاق بالتربص، سيكون تربص جد قوي، ونتمنى التوفيق في الموسم القادم. السلام عليكم، معكم المصارع عبد الجليل صالح نصف البراعم. أتمنى التوفيق من العام القادم. معكم المصارع المرافقة الفنية والبدنية لمواهب الجودو ستثمر على البساط حتما، وستكلل في الأخير باعتلاء منصات التتويج، وإن لم يكن فقد رسموا على التطم منازلة فنية من المستوى العالي.